وباش نلقاو الهمزه في هذا السوق كي لازم يتوفروا فينا جوج ديال الشروط واللي هما الصبر ودقه الملاحظه. وهادو هما العنصرين اللي غادي نعتمدوا عليهم باش نلقاو القطع النادره والثمينه اللي كاينه في هذا السوق. فاليوم غادي نشدوا الرحال ديالنا وغادي نتوجهوا لاحد اشهر الاسواق الاسبوعيه واللي معروف باسم سوق السبيت المتواجد بمنطقه تيط مليل. غادي ندخلوا نتعرفوا على هذا السوق وغنشوفوا المفاجآت اللي كيخبيها لينا. فواش مستعدين تعيشوا معنا هذه التجربه؟ واش الاصدقاء كيف دايرين؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي احسن حال. مرحبا بكم الاخوان مره اخرى في سوق السبيت ديال تيط مليل. بالي الاصدقاء من خلال الفيديو اللي كتلاحظتوا شحال هذه على السوق اللي بلي عجبكم هذا النوع ديال المحتوى وقلت علاش لا نجي اليوم ان شاء الله وندير لكم فيديو اخر على السوق. فاليوم الاصدقاء غادي يكونوا عندي جوج ديال المهمات. المهمه الاولى هو انني خصني ندخل السوق ونقلب على الهوته ولا الهمزه. المهمه الثانيه وهي انني غادي ندوروا ان شاء الله نشوفوا الانواع ديال السلع اللي كاينه تما ونشوفوا ناخذوا فكره على الاثمنه ديال كل سلعه تقريبا. غادي نشوفوا تما الملابس، الاحذيه، غادي نشوفوا الحقائب، غادي نشوفوا الماتريال ديال البحر، الماتريال ديال السبور. المهم فيديو غادي يكون منوع بزاف. ما غاديش نحرق عليكم دابا، نخليكم تكتشفوا هاد الاحداث لراسكم وما تنساوش خليوا لي الاستنتاجات ديالكم في التعاليق. المهم الاصدقاء ما نطولش عليكم بزاف، غنتوكلوا على الله ونمشيو نبداو الجوله ديالنا. شحال دايرين هاد البياسات بجوج؟ جوج. 80. هذا الاصدقاء كيجي على شكل كشكول كيديروه العيالات، كيجي بحال هكا. نتوما كيبان لي رجال ولا عيالات بحال. وهذا راه حقيقي ديال بصح، النمس ديال بصح هذا فيه. الثمن ديالو قالت لي 200 درهم. الشكاره شحال عمي؟ 70 درهم. شحال داير الديكورات؟ السوق ديال السبيت هو سوق اللي كبير بزاف وباش نقدروا نلقاو الهوته فيه كي لازم تحلوا بجوج ديال الصفات واللي هما الصبر ودقه الملاحظه. شحال هذا عمي؟ 100. شو هذيك المرشه ديال النحاس اللي سولتو عليها قال لي 100 درهم. قسما بالله العظيم خديتها واحد النهار بحالها تماما، خديتها غير ب 25 درهم. قلت له لا راه غاليه، ويقول لي لا راه قديمه عمرها شي 50 عام. الدراري العزيز عليهم الاني مشاو على تحفه كي داير. هذه راه ديال بصح، هذه راه ماضيه دابا شي 4 ونص. يكون خير يلاه لا جبت. واش عندنا عاوتاني هذا تا هو راه ماضي ديال بصح. امين انتوما شوفوا على تحفه كي دايره تبارك الله. والله العظيم الا تحفه واعره وحق الله. شوف شحال الديكور اخويا؟ الجيمين شحال اخويا؟ 100 درهم. شحال هذا يا محمد؟ 100 درهم. شحال هذا المقله عمي؟ 2600. شحال هاد لاطونش عمي؟ 500 درهم. شحال الثمن ديال الطابله؟ 250 درهم. والصغيره شحال؟ 250. صغيره شحال اخويا هادي؟ هذيك كيمشيو 5 بياسات مع الماستر هادي كومبلي هادي هادو ديالو قبضه وحده كلهم معاه. الثمن ديالهم شحال كامل؟ 5000 ريال الخوت. الاستعدادات ديال عيد الاضحى غتلقى دابا كلشي كيشري في المواس وفي المقاد وفي الكرادات. فين هو الحولي؟ باقي ما كاينش. واش غادي ندير ندوز لك اصدقاء. شو واحد القصبه عجيبه صغيره. شحال هاد القصيبه عمي؟ كراسه كبار ما عندكش ديال الطابله؟ لا وليني ديال هاد القصبه خاسر 150 درهم. ولو كيديروا شي اثمنه صراحه خياليه. تجري السوفطاج شحال داير اخويا؟ والله الكريم دافع على
900 التمر عادي 20 حد قال لي انا ما باغي. السوق اليوم كان مغير بزاف وما كانش كيف العاده، حيث ان البضائع كانت قليله والثمن كان مرتفع، ولكن هادشي ما غاديش يخليني نيأس، فغادي نزيد نجتهد في البحث ديالي لعل وعسى نلقى الهمزه اللي جيت على قبل اليوم. شاد الفراشات هادو اللي كيكونوا ديال الدراوش عمرك ما تحقرهم. والله حتى واحد النهار لقيت موس ديال النحاس واعر، هادشي ترى ارتيزان، عرفتي شحال باعوا لي ب 15 درهم، عرفتي كنقلب عليه كنلقاه كيدير شي 100 درهم ولا 120 درهم. البيكالا شحال دايره امين؟ 20000 ريال سير درهم. شحال اخويا البيع؟ 36 شحال العميم؟ غادي 45 صاحبي. شحال البياس اخويا؟ شحال الكويس؟ 50 درهم. في اللحظه اللي كنت كنتسارى فيها في السوق غادي نصادف واحد من محترفي الصيد بالقصبه، فغادي نحاولوا ناخذ منه معلومات على هذه الطريقه ديال الصيد، وغادي نسولوه حتى على المعدات ديالها. السلام عليكم خويا، كي داير؟ بخير بارك الله فيك. مرحبا خويا. بغيت نطلب منك واحد الاستفسار بخصوص انواع ديال القصب والانواع ديال الطعوم الخاصه بكل قصبه. بالنسبه للطعوم والنسبه للقصب كل الرئيس باش كيصيد. مثلا غنبداو، سولتيني على السبينيك ياك؟ اييه. دابا هاد القصبه هي ديال السبينيك، صغيره كتجاول بين 3 متر حتى 23 غادي سبينيك، وكيكون عندك الموليني صغير. هاد الرابالات اللي سولتيني هادو هما ديال الجران، كيكونوا خاصين غير بهذا النوع ديال القصب ديال سبينيك. كيقيس عليهم بدرعي، سرقانه، كوربين، باراكودا، يعني تقريبا كاع الاسماك المفترسات كاينين الوان تبارك الله. دابا انا قصبه ديال النوع الثاني اللي هي السيرف كاستينغ الاخوان، هذه كتبدا من 5 متر 4 متر ونص، هي ديال لونس حد 4 متر ونص ياك؟ هذه احسن 6 متر. والنسبه لهاد القصبه هذه يعني الثمن رخيص، راه كتبدا من 350 درهم حتى 2000 درهم على حسب الرئيس شنو باغي. هو باغي الجوده راه كيزيد شويه الفلوس. وواحد النقطه نقولها لكم، يعني اللي بغى يتعلم راه يجي مرحبا به. معكم الرئيس ما يمكنش، الحمد لله راه معروفين. الباج ديالي راه ديروا توفيق الحداوي ودخلوا عندي، راه مرحبا بالجميع. سمعتوا الاصدقاء، السيد راه عنده كاع الماتيريال، تقريبا الماتيريال ديال المبتدئين وماتيريال ديال المحترفين. يعني كنتي مبتدئ كنتي رئيس غادي تجي عند الدري وغادي تقدم عندهم ماتيريال، تقريبا راه كاع الماتيريال كاين مختلف الانواع، كاين سبينين، كاين سيرف كاستينغ. جا عندنا واحد الرئيس صاحبي ديالي حتى هو راه الحمد لله كيجيو عندي الرياس من اي بلاصه. ما يمكنش تجي للسوق السبت وتاخذ شي قزبه. اللي بغى يكوموندي شي حاجه كتجيب تقدر دير ليفريزون ياك؟ ندير ليفريزون في اي بلاصه مرحبا. اللي بغى شي قصبه يتواصل معاه راه يدير لكم ليفريزون حتى للدار. طبيعيات ضروري يكونوا عندك تما الرئيس. هو الرئيس غيلبس لينا وحده وغيشرح لكم. ضروري تكون عندك هاد الصبايه هذه. علاش كتليق هذه على حساب السبيب ولا حساب لاطريس باش ما يجرحكش، ديما تبقى تلونسي مزيان، الصبع كيبقى مزيان. والثمن رخيص، راه كتزاول كدير 30 درهم. وكاين بعض المحلات الله يهديهم راه كيديروا لهم 70 درهم. نخلي لهم حتى الرقم الهاتف نيش؟ كاينش مشكل. 06 66 20 69 24. هاي الرقم الهاتف ديالو الاصدقاء، اللي بغى شي حاجه راه يتواصل معاه كما قلت لكم. الخوت كيبان لي غادي نمشي نضرب شي دويره في السوق ديال الدجاج، غادي نمشيو نشوفوا الاثمنه ديال الدواجن والبيض، شوفوا الاجواء كي دايره تما ونشوفوا الاثمنه حتى هي. سمعت انا راه الثمن ديال البيض رخاص بزاف، شو نشوفوا واش هادشي بصح ولا لا. ديالنا شربوا علينا العدد ديالنا شكرونا. القضيه ديال سراق الزيت انا كنقول لك جربني بهاد الباكيه الا عندك الدار. وانا على السوق ديال الدجاج. السلام عليكم حاجه، بخير؟ شحال البيضه الحاجه؟ 40 ريال. شحال هاد الخير ابويا؟ 80 درهم.
اصدقاء 80 درهم القياسه. حتى الاخوان ديت السوق اللي فات ب 60 درهم الوحده، دابا ولات ب 80 درهم. اوه تبارك كيسحب لي براهمه والله العظيم كيسحب لي براهمه. خالد سلالات خالد سلالات سبحان الله العظيم الاصدقاء. شو على فروج بالذات ولكن هذا راه هذا اللي بغى يكسب ياك. انا كيبان لي هذا العساق هذا كسب وياكل. هذا حشومه يمشي للموس باللي بغى يكسب راه مليح تبارك الله. تبارك الله. انا راه نديها للعروبي بقى كنتولع فيه. شحال الثمن ديالو هذا؟ 200 درهم الاصدقاء، ولكن راه فروج ديال الصح. الله يعاونك ابويا الله يحفظك. بخير شحال ابو خالد سلالات ياك؟ تقريبا شحال البياس هنا؟ الدجاج شحال؟ دريساج ديال الدار. تبارك الله. شحال الثمن ديالو هو مدريساك؟ نقول في 150. نقول 100. البيضه الاصدقاء راه باقي 2 دراهم. شحال البيضه العميم؟ 34. هذا بعدا لقينا بعدا طايح واحد شويه. شكون قال 40 ريال بنتي لي مطيح شويه السوق ياك. وشو السبب اللي خلى البيض البلدي يطيح في الثمن لهاد الدرجه؟ كنا كنسمعوا 50 55 ياك. تبارك الله والله يسخر الله يجيب لكم شي سيد. اصدقاء سمع شو البيض كله ثمنه، كاين اللي كيقول 34 كاين اللي كيقول 40. المهم راه دابا الحمد لله طاح واحد شويه ولا هرس دقدق، ولكن راه قنيه في السوق ولا هادشي على فيها العافيه. داك السوق اللي فات خديتها ب 60 درهم وهذا السوق قال لي 80 درهم. شحال ديال الفرق تزاد؟ يعني تزاد 20 درهم كامله دقه واحده. وغالبا الثمن ديال القنيه بلديه ما بين الصغير والمويه كتكون ما بين 60 65 درهم ماكسيموم. الدجاج بلدي تا هو باقي غالي، ولكن كنظن ان شاء الله غير غيوصل عيد كبير غادي يطيح في الثمن، ما غاديش يبقى بحال ما هو. ونتمناو خير ان شاء الله معنا لقدام. غنمشيو الاصدقاء دابا نشوفوا السوق ديال اللحم، نشوفوا الجزار ونشوفوا السوق تما فين واصل، نشوفوا الاجواء كي دايره مع عيد كبير كيقرب. بنادم راه تيتهاوش دابا عاد كيبدا بنادم يتقدى في اللحم، وراه شاري الحولي وكتلقى غادي عند الجزار كيتقدى في اللحم، يتقدى في الكفته وفي الشوا. غريبه هاد الظاهره بغيت نفسرها ما لقيتش لها شي تفسير. السلام عليكم. شحال اللحم اخويا؟ سلام 100 درهم. اللحم شحال؟ اللحم الاصدقاء 100 درهم. سولوا على الغنمي ونشوفوا تا هو. السلام عليكم بويا شحال الغنمي؟ 100 درهم. الله يسخر الله يحفظك. تمام بحال البقري 100 درهم 100 درهم. كاين اللي كيقول في البقري 80 درهم، ولكن غالبا كيكون برازيلي ما تيكونش زعما ديال البلاد. السلام عليكم عمي شحال المعزي؟ 2400. السلام عليكم عمي بخير. الله يحفظك المرحبا. البقري شحال؟ 100 درهم. ماشي برازيلي ياك؟ طابع ديال البنات تبارك الله. هذاك اللي ب 80 درهم سمعت شي كيقولوا برازيلي ياك 100%. المهم راه اللحم ديال البلاد راه 100 درهم كما سمعتوا. البرازيلي راه رخيص. كيفاش فرق بينه وبين اللون زعما ديال البرازيلي كيكون مختلف عليه؟ معاقد. ياك البرازيل كيكون مرعرع شويه. البرازيلي كيكون غامق شويه مترتر باين. بدي كيكون غوزيل اللحم ديالو صافي كيكون صافي واحد شويه الاصدقاء. المهم لا الشرا هادو هما العلامات باش ما تقولبوش. هو عبد الاله تبارك الله حريف. عطيني النمره ديالك عطيني. 0668 79 14 07. ها هو راه صافي واللي جا عندك تقاد معاه. مرحبا يدي حاجه ممتازه. سير على بركه الله. ما قال عيب، ما قال لنا عيب الاصدقاء. تشري المليح 100 درهم، ولكن راه المليح تبارك الله. سير الله يسخر لك الله يحفظك. السلام عليكم حاج شحال كرعين؟ بربعه ياك مليح ديال العجل فيه الحليب ياك رطبين. مي هادو اللي بغا يديهم كومبلي الاصدقاء بربعه ديال. اوه ضربنا جوله يا الخوت والله الا تسركيله وحق الله. الشوار الاسمنه هي ديال السوق ديال اللحم، والبيض تا هو بقى هو ما نزلش بزاف تقريبا 40 ريال. واحد اللي كيقول لي 36 ريال. واللحم راه ما بين 100 درهم 95 درهم ديال البلاد، وبرازيلي راه ب 80 درهم 80 75. بالي بنادم تيتخاطف على اللحم واخا العيد قريب ما بقى لي والو، كان كتنوض لهم ديك التهاويشه.
أصدقاء انا عندي ماده كيكرم الا كلاها كيبخدم في البلاصه ديالو. انا كنقول لك لا عندك الخير جربني جرب يودي الله يعمر هذا. الله على راحة. السوق عامر بزاف اليوم، دابا وقيلا مع العطلة ولا ما عرفتش صراحة. منين شفتو عامر بحال هكا 8 الصباح السوق بدا كيتبلوكا. مولف كنجي مع 8 انا كنلقى كاع صحاب فراشات باقي كاع ما فرشوا، ولكن هاد المرة سبحان الله العظيم غادي نبدلها. ساليت الحمد لله. غنمشي نوريكم واحد جوج بياسات زوينين خديتهم غنبارطاجيهم معكم دابا ان شاء الله. غير نخرج من السوق نوريهم لكم. الله واو ترى والله تعيش وحق الله. اليوم الاخوان السوق كما شفتوا ماشي كيف العاده. دابا الناس داخلين بزاف للسوق الاصدقاء باش يتقداو، ولكن السلعه ما كايناش ديك ما كاينش البياس كما كنقولوا. كاين الطلب ولكن ما كاينش العرض. المهم راه درنا واش خدينا فكره على البضائع اللي كاينه في السوق ديال السبيت الحمد لله، وخدينا فكره حتى على الاثمنه. المهم اصدقاء انا بغيت نبارطاجي معكم واحد جوج العيبات اللي قلت لكم راه شريتهم. اول حاجه الخوت اللي وريتكم هي الصمطه هذه كنستعملها في لاصال صراحه، ما كنهز ثقل كتنفعك باش ظهرك ما يبقاش يضرك مع الوقت. هذه راه بانت لي جديده كاع ما مستعمله، باقا بهاد التيكيته هاي. شوف التيكيته ديال لاطاي والتيكيته الاخرى. هذه الاصدقاء خديتها ب 50 درهم، انا جاني ثمن زعما في متناول. صافي. والحاجه الثانيه اللي خديت هو هذا الموس هذا. عرفتي دابا كنقول علاش شريتو والله ما عرفتش علاش، بغيت شي سبب ما عرفتش. شوف المهم غينفعني في الخرجات حيت عندي دابا بزاف ديال المواس. هذه المشكل. هذا الثمن ديالو خديته ب 40 درهم، قال لي في الاول 70 درهم هبطنا 40 درهم. ايوا هذه الحصيله الاصدقاء. الله يجعل شي بركه. المهم السوق مره كل نهار ورزقو، كل سيمانه وكيكون السوق. مره كيكون طالع مره نازل، مره كيكون كتلقى البياس داخل بزاف، مره ما تلقى حتى حاجه. ما نطولش عليكم بزاف. ما تنساوش الا عجبكم الفيديو الاصدقاء ديروا لنا واحد لايك وديروا واحد الاشتراك في القناه باش يوصلكم الجديد. خليوا لي الاراء ديالكم بخصوص الفيديو. بغيت نشوف الناس الجداد اللي جاوا عندي واش كيعجبهم هذا النوع ديال المحتوى نزيدوا نكملوا فيه، ولا كان ما كيعجبكمش نحبسوا ونبدلوا نديروا شي حاجه اخرى. المهم الاراء ديالكم خليوها لي في التعاليق، ونشوفكم مره اخرى في فيديو جديد وخرجه جديده ومغامره جديده. تهلاو.